شكرا شكرا. حياك الله. في حال ننتقل إلى محمد معنا. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ حياك الله. سم. حياك الله. شيخ أنا عندي سؤال. ارتداد. طيب عطنا سؤالك يا محمد. أيوة سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام. يعني أنا بسأل حسي أنا يعني مع أصحابي لما بتونس بنقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا. مثلا مثال بشار الأسد في ناس بيقولوا هو كافر وفي ناس بيقولوا لا. وفي الحديث اللي بيقول يا أخي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وبنشوف في التلفزيون انه بعض اللقطات بتجيب انه بشار الاسد يصلي. هل بشار الاسد كافر ولا لا؟ باعتباركم جهة رسمية ارجو منكم الافادة. يا أخي ما كلفك الله بهذا بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان، ما كلفك الله بهذا. وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع، هذه مواضيع خطيرة، وأيضا هذه ليست من شؤونكم. تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان، ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتيج إلى بيان الحكم. وأما إذا لم يحتاج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك، لأن هذا فتنة